للتغيير من الشخصية من الأفضل إلى الأفضل؟ جميل. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يعكس في شخصية هذا الإنسان أن عنده إيجابية في التفكير، ولذلك لما سأل كيف غير شخصيته من الأفضل إلى الأفضل، أحيانا لا، قد يعكس أن هذا الإنسان عنده رضا عالي عن الشخصية أكثر من المطلوب، فما عنده جدية في التغيير. إذا الاحتمالية واردة ذات اليمين وواردة ذات الشمال، لذلك دائما إذا أردت أن تفكر في شيء اجعله على مدى، ضع الاحتمال الأسوأ وضع الاحتمال الأجمل من هناك، ضع الاحتمال الشرقي والاحتمال الغربي تماما حتى تستطيع أن تفكر في القضية من مختلف جوانبها. القاعدة الثانية في التفكير في مثل هذه الأمور أن تضع احتمالات متعددة ليس احتمالا واحدا. لماذا؟ لأن بعض الناس لما يسمع شيء هذه، قد ما تكون هذه، قد يكون شيء آخر، ولكن إذا توقعت احتمالات متعددة لو لم تكن هذه لأصبحت أمور أخرى. الخطوة الأولى لإجابة مثل هذا السؤال هو أن تقرر أنت حقيقة هل ترغب بالتغيير أم أنت مستعد للتغيير. وأذكر مرة ربما هنا أو خارج هنا لا أدري تكلمنا هناك فرق محمد بين الرغبة والاستعداد. صحيح. الرغبة كل نرغب أن نغير، لكن الاستعداد للتغيير قليل منا من هو مستعد للتغيير. مثلا ترك الدخان للمدخن، كل المدخنين يبغوا يتركوا الدخان ولا لا؟ صحيح. لكن مين مستعد يقطع ويتحمل التعب ويتحمل التوتر وكذا؟ هذا هو الاستعداد. عزيمة. اللي تسميه ربما العزيمة، بذل الجهد أو غيره. إذن هل أنت مستعد للتغيير ولا ترغب التغيير؟ هذا مطلب أساسي. جميل. في هذه القضية تحدده. إن كان عندك رغبة يجب أن تنقلها للاستعداد، ما نقلتها للاستعداد لا تستطيع أن تنقل للمرحلة اللاحقة في مسألة التغيير. الأمر الثاني، هل التغيير مهم عندي ولا لا؟ لأنه أحيانا ربما ترغب في تغيير معين لكن مهم عندك، ولذلك تقف في نص الطريق، ولذلك ربما تحدد أهمية هذا التغيير. إن لم يكن مهما عندك تماما فراجع التغيير. هل هو مهم في ذاته فاجعله مهم عندك. إذا ما هو مهم في ذاته غلط أن تقوم بالتغيير في مسألة هذه تحديدا بعينها. إذن هل في فائدة من هذه التغيير؟ هل في مهمة أو عفوا هل في جانب مهم أو مفيد لهذا التغيير أم لا يوجد شيئا مهما في ذلك التغيير؟ قررت إن عندي استعداد وهذا التغيير مهم لي، نبدأ بالخطوات، نبدأ بالأهون فالأشد، لا نبدأ بالأشد. هناك مدارس تقول نبدأ في الأشد ثم الأهون، لكن أنا من خبرة الإكلينيكية أن تضع ما عندك على مدرج وتبدأ بالأهون، فإذا فزت وهو الأرجى أن تفوز فإنك تنتقل للي بعده ويتعزز، فيكون المتوسط الشدة شدته خفيفة والشديد متوسط شدة، وهكذا تنتقل من مرحلة جميل. إلى مرحلة. جميل ما شاء الله. يعني يتدرج حتى يشوف نفسه انه تطور في كثير من الامور. اي بس احيانا محمد قد يحتاج مستشار يحتاج مستشار يستشيره في هذه الامور. بعض الناس قد ينطلق يا شباب من الانفعال من الحماس ثم ينطفئ ذلك الحماس تماما. وذلك كثير من قضايانا الحياتية حتى الضخمة جدا نتحمس تجي قضية ثانية، نتحمس بعد نتحمس، لكن لا نقلب مشاعرنا إلى مشاريع. خطير يا محمد. من قال محمد ولا اي مشاريع. ولذلك حينما تصير قضايا حتى ضد الإسلام والدين نصول ونجول ثم ننسى. ليش؟ لأنها كانت مشاعر. اقلبها إلى مشروع، وضع له استراتيجية زمنية أسابيع أو أشهر ثم عش عليها فتكسب الأجر من تلك المشكلة التي صارت. ولذلك يا جماعة أي مشكلة تحدث ممكن تأخذها إيجابيا ما تأخذها سلبيا. حتى لو تعدى الكفار مثلا حينما تعدوا الدنماركيين بالتعدي على النبي صلى الله عليه وسلم نقلبها إلى مشروع فممكن نستفيد ونأخذ فيه أجر كبير. انظر النبي صلى الله عليه وسلم من عظمته حتى وهو يمدح مشروع جميل، حتى حينما يتهم بعض الناس بأي شيء هو مشروع جميل. ولذلك هو مثل عود الطيب لا يزيد الإحراق إلا طيبا صلى الله عليه وسلم. كلامك جميل والله يا دكتور. طبعا